عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مواد ثورات مع التسيير. النهارده فيديو جديد عن تعديل جلب المقصات. هل فعلا تعديل جلب المقصات صح ولا غلط؟ لو أنت أول مرة تتفرج معانا على القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان فعلا الفيديو فادك اعمل لنا لايك. طبعا طالع أتكلم عن تعديل جلب المقصات بشكل عام، بس هنتكلم النهارده في الفيديو ده أنا عامله علشان خاطر تعديل جلب المقصات ال N17. تعديل الجيره بالمقصات ال N17 لان العربيات انتوا عارفين العربيات النيسان ال N17 بتاخد الجيره بمقصات بطريقه مهوله. طبعا ناس كتير قوي بتجتهد في قصه التعديل علشان التعديل يوفر معاه تغيير الجيره كل فتره. وطبعا انا بنصح بقصه التعديل دي اللي محدش يعدل الجلبه بتاعت ال N17، لان مهما تعدل الجلبه برضك الجلبه مش هتعيش معاك فتره اطول غير لو جبت جلبه بتاعت المقص نفسه، جلبه نظيفه وركبتها. وطبعا الحمد لله في ناس كتير جات لي في العربيات ال N17 بجيب جلبه اقل حاجه يوم ما بتقعد سنه. طب انا طالع اتكلم ليه عن التعديل؟ لان ناس كتير قوي بتعدل زي ما انتم شايفين هنا كده. انا اقرب هنا، دي طبعا الجلبه اللي متعدله زي ما انتم شايفين اهو، في المقص معمول شميز اهو بالشكل ده، معمول شميز في المقص. وطبعا متعدله الجلبه بتاعت البيجو. اول حاجه الجلبه فيها حاجتين، فيها مشكلتين. اللي الجلبه نفسها دي خفيفه نفسها اهي. اوريكم الجلبه نفسها بيتعمل بس زي ما انتم شايفين كده. انا بقيت الجلبه وبدات ان انا زي ما انتم شايفين الجلبه خفيفه جدا. وطبعا المشكله في العربيات ال N17 والعربيات الكبيره، المشكله في حاجه واحده بس، ان انت مهما تجيب اي جلبه ومهما تعدل الجلب برضك مش هتعيش فتره طويله، لان الجلب معموله على نظام. ليه؟ معموله على نظام مختلف غير نظام اي عربيه. معروف في كل المقصات في جلبه كبيره وفي جلبه صغيره. برضك في المقص ال N17 في جلبه كبيره وجلبه صغيره. بس ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ المقصات الباقيه بتاعت اي عربيه تاني، المقص فيه جلبه بلحه وجلبه مدوره، جلبه بلحه وجلبه مدوره. المقص بتاع ال N17 والعربيات النوبيره فيها الجلبتين مدورين، يعني المقص بيربط جوه القنطره كده وبيتحرك المقص فوق وتحت بالشكل ده. هوريكم مقص اي مقص تاني بتاع اي عربيه شكله عامل ازاي. ده مقص اهو، ده بتاع تويوتا كرولا. المقص طبعا فيه الجلبه اللي هي الجلبه البلحه اللي هي بتطلع وتنزل كده، فالجلبه طبعا ما بتبقاش على عاصي. لما هنا الجلبه بتبقى ثابته كده بالشكل ده. الجلبه بتبقى ثابته بالشكل ده، وبيبتدي ايه اللي بيحصل؟ تطلع وتنزل بالشكل ده، تطلع وتنزل بالمقص كده، فالجلبه على العاصي فما تعيش معاك. انا عايز اعرف، انا دلوقتي بعدل الجلب المقص، ايه اللي انا استفدته من التعديل ده؟ وهي نفس نظام الجلبه، يعني دي الجلبه بتاعت ال N17 نفسها الجلبه الاصليه. ايه النظام؟ ايه الفرق؟ التعديل يا جماعه لو انت حابب تعدل في جلبه المقص، تعدل في الشميز بس. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل المشكله في ال N17 اللي هي المشكله الكبيره، ان الجلبه نفسها بتبات على مسافه قليله. يعني زي ما انتم شايفين هنا الشميز كبير. المقص بقى الاصلي نفسه الشميز بتاعه اهو زي ما انتم شايفين، الشميز الصغير ده هو ده اللي بيفرق. لو انا حابب ان انا اعدل في المقص ال N17، التعديل بيبقى في الشميز نفسه. يعني انا مش هكبر شميز زي كده، لا ده انا هيبقى هي نفس الجلبه، بس هكبر الشميز، هعمل شميز من فوق علشان زي ما انتم شايفين هنا الجلبه كلها بتبات على ربع الجلبه. يعني الجلبه بتبات في المقص على ربع الجلبه نفسها. فاحنا بنعمل شميز يكبر المسافه اللي يبات فيها الجلبه علشان الجلبه ما تخش مكانها وفي نفس الوقت ما تخرجش من المقص. هو ده التعديل. غير كده ما انصحش باي تعديل في المقص ال N17. ليه بقى؟ لان النهارده زي ما انتم شايفين الراجل صاحب العربيه لسه معدل في المقصات دي ما كملش شهر.
وبرغم كده الجلب باظت. ده حاجه. تاني حاجه تعالى قرب هنا كده. علشان الجلبه دي بتبات جوه قنطره لازم تبقى المسافه دي، مسافه الجلبه دي تبقى مسافه الجلبه دي علشان تبات، لان لو مسافه الجلبه من فوق اعلى شويه مش هتبات في القنطره. وفعلا دي نفس المشكله اللي لما بيجيبوا الجلبه بتاعت البيجو دي تبقى فعلا دي كبيره شويه، علشان كده مش هتنفع تبات، فبيبتدي يقطع الجلبه من فوق او يقصرها شويه من هنا ومن هنا اهو زي ما انتم شايفين. ادي الجلبتين زي ما انتم شايفين الجلبه الثانيه عامله ايه. كل ده علشان خاطر تبات جوه المقص. وطبعا سخونيه الصاروخ ايه اللي بيحصل؟ بيخلي الجلبه زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انتم شايفين الجلبه ايه اللي حصل؟ السخونيه خلت الكاوتش يخرج من على الحديد نفسه. يبقى انا لو انا حابب ان انا اعدل في المقص هعمل شميس من فوق على الجلبه الاصليه بتاعت المقص نفسه، اعمل شميز على الجلبه بتاعت المقص نفسه. دي تالت حاجه او رابع حاجه، لان تعديل كتير جدا. اقول لكم بقى على حاجه تاني. ايه المشكله اللي ممكن تقابلني تاني؟ المشكله اللي ممكن تقابلني علشان اجيب قطعه غيار عربيه رينو او عربيه بجو او اي نوع فرنساوي عند ناس معينه مش منتشره زي العربيات الكوري والياباني. طبعا انا النهارده مثلا حبيت ان انا اجيب جلبتين زي دول على مقص واركبهم على المقص ده، رحت وما لقيتش. يبقى انا ادور على راحتي ولا ادور على تعديل؟ لا، ادور على راحتي. يبقى لما اجي اعدل ادور على تعديل يريحني بعد كده، ما يدوخنيش. ان انا اجي اعدل حاجه ادور عليها في اي مكان الاقيها، هو ده التعديل المناسب. لو انا اعدل حاجه انا مش هلاقيها او الاقيها عند ناس معينه، يبقى التعديل ده غلط. تعالى بقى بص هنا. يبقى انا عدلت جلبتين وكلفت صاحب العربيه حق شميز وحق جلبتين، وكمان مش هينفع يتصلح تاني. مش هينفع اوريكم بقى عيب ثالث او عيب رابع او عيب خامس في المقص. طبعا الجلب دي البيض ده متغير مع الجلب، بيض المقص ده متغير مع الجلب. انا بقى اوريكم. بص المقص ادي البيضه اهي بتتحرك من مكانها وهتعمل صوت طقطقه معايا اهي. يبقى انا كلفت صاحب العربيه بيضتين مقص ثمنهم مش هيقل عن 250 جنيه 300 جنيه، وجلبتين مقص وخراط وشميز. يعني كلفت المقص لوحده، المقص الواحد كلفته بطقم جلب وشميز وخراط وبيض مقص حق مقص، وفي الاخر هيترمي في الزباله. يبقى انا لما اجي اعدل صح او اعدل حاجه ما يكونش موجوده لحاجه موجوده، يعني حاجه ما تبقاش موجوده ليه تبقى موجوده. اللي انا لما اجي حاجه تبوظ اقدر اجيبها من اي حته. هو ده التعديل الصح. انا بقول ليه؟ لان ناس كتير قوي، لان صاحب العربيه ده لما جالي قال لي عن تعديل الكلب، قلت له لا انا ما بعدلش الكلب بالذات، انا ما بعدلهاش بتاعت ال 17. انا بحب الحاجه على ابوها، لو انا هعدل فيها زي ما قلت لكم اضيف على اللي موجود ما غيروش. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، وشكرا ليكم في قناه مؤثرات مع